السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة قصص بوليسية، أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وجرائم مغربية، ودائما بدون إطالة ندخل في التفاصيل وأطوار جريمة اليوم. سنة 2003 بمدينة أسفي، في واحد الليلة المستشفى كيخبروا البوليس بأنه ورد على المستشفى واحد الشابة في حالة خطيرة جدا، بأنها عليها آثار طعنات بالسكين في الجسم ديالها. انتقلوا البوليس للمستشفى، ولكن لما وصلوا البوليس للمستشفى لقاو ماتت. خبرهم الطبيب بأنها توفات عاد دابا شي 5 دقائق. قال لهم البوليس شكون جاب هاد البنت؟ قال لهم سيدي اللي جابها هو واحد السيد، وراه خلى لنا المعلومات ديال البطاقة الوطنية ديالو، وكذلك خدينا الرقم ديالو. وبالفعل اتصلوا به البوليس في هذيك اللحظه، قالوا ليه السلام عليكم. السلام، معك البوليس؟ قال لهم مرحبا. قالوا ليه واش انت اللي جبتي واحد البنت للمستشفى دابا شويه؟ قال لهم سيدي انا. قالوا ليه عافاك غادي تجي عندنا دابا المستشفى وما تعطلش علينا. وبالفعل جا عندهم المستشفى. قالوا ليه واش هاد البنت كتجيك شي حاجه؟ قال لهم لا سيدي. واش كتعرفها؟ لا سيدي ما كنعرفهاش، ولكن كنت دايز على طريق الغابه، وفي الطريق لقيت هاد البنت مرميه في جنب الطريق وكتلوح بيديها، يعني كتشير بيديها. وقفت ولقيتها في حاله صعيبه شويه، هزيتها جبتها للمستشفى. قالوا لي عافاك غادي تمشي معنا للبلاصه مني هزيتي هاد البنت. وبالفعل مشى معاهم، ولقاو البوليس اثار ديال الدم في عين المكان، ولكن ماشي شي دم كتير، انما شي قطرات بسيطه. هنا البوليس قالوا لهاد السيد واش انت ديما كدوز من هاد الطريق؟ قال لهم دائما علي وروتور، لان هاد الطريق هي الاقرب للسكن ديالي. وبالفعل تاكدوا البوليس بهاد القضيه، بان هاد السيد عنده السكن ديالو قريب من الطريق ديال الغابه. قالوا لي واخا خلي التليفون ديالك شاعل، الوقت اللي احتاجيناك غادي نعيطوا عليك. قال لهم واخا مرحبا. البوليس خداو البصمات من اصابع الضحيه باش يحددوا الهويه ديالها، لانهم ما لقاو عندها حتى شي وثيقه ولا بطاقه التعريف ديالها، وخضعوا الجثه ديال هاد البنت للتشريح الطبي. البصمات غيكشفوا على الهويه ديالها، وبانها المسمات ليلى كذا كذا، مزداده بتاريخ 1985، اي ان الى حدود سنه 2003 اللي هي سنه حدوث هذه الجريمه كان في العمر ديالها 18 سنه، بانها من ساكنه مدينه اسافي. كذلك تقرير الطبيب الشرعي خرج بالنتائج التشريح تيقول ان الضحيه كانت تحت تاثير الكحول، اي ان كانت في حاله سكر. ولكن اللي صادم في هذا التقرير هو ان الضحيه رغم انها تعرضت للطعن بواسطه السكين وفيها شي اثار ضربات في اليد ديالها وفي الكتف ديالها، ولكن اكد لهم الطبيب بانه ماشي هذوك الضربات هما اللي قتلوها، وان سبب الوفاه ديال هذه الضحيه هو الخنق، اي ان الشابه تعرضت للخنق. وكيضيف في التقرير ديالو بان الضحيه قامت بمعاشرة جنسية قبل الوفاة ديالها، وبأنها راه خضعوا الجثة لكشط مهبلي واحتفظوا بالسائل المنوي. بناء على تحديد الهوية ديال الضحية انتقلوا البوليس للعنوان السكن ديالها، كيلقاوها ساكنة مع والديها الأب والأم ديالها، وعندها 2 خوتها دراري صغار في عمر ما بين 10 سنين و 14 سنة. خبرهم البوليس بأن بنتهم لقاوها مقتولة في طريق الغابة، وكثر الصراخ ديال هاد الاسره هادي، والصدمه كانت كبيره، خاصه الام ديالها كتقول بان بنتها راه هي المعيل على هاد الاسره، هي اللي كانت كتخدم عليهم وهي اللي كانت كتصرف عليهم. قالوا لي البوليس بنتك فاش كانت خدامه؟ قالت لهم كانت خدامه مع واحد النقافه في هادشي ديال الاعراس. مشاو البوليس لعند هاد النقافه، قالت لهم اسيدي فعلا ليلى كانت خدامه معايا، وراه خدامين معايا 3 البنات، وليلى راه هي الثالثه. خبروها البوليس بان هاد البنت لقاوها مقتوله. وهنا قالت لهم هاد النقافه، قالت لهم سيدي راه انا ما عندي باش غادي نفعكم بوالو، ما عنديش شي معلومات على هاد البنت، شوفوا صحاباتها اللي خدامين حتى هما معاها، راه هما اللي كيعرفوها مزيان، اما انا ما كنعرفهاش اون بيرسون. وفعلا جابوا البوليس هذوك البنات صحاباتها اللي خدامين معاها، كيقولوا سيدي هذيك البنت ليلى كتعرف واحد الولد وكان باغي يتزوج بها. قالوا لهم شكون هو هذا الولد؟ قالوا ليه سيدي سميتو عبد الكريم، وراه هو ولد مول الحمام. هنا البوليس قبل ما يمشيو عند عبد الكريم ولد مول الحمام رجعوا عند والدين الضحيه، قالوا لهم واش بنتكم كان باغي يتزوج بها شي ولد؟ لان صحاباتها صرحوا بان صاحبتهم كانت علاقه بواحد الولد وبانه كان باغي يتزوج بها. ولكن الام الضحيه كتقول سيدي هادشي ما كانش في خبارنا، انا ما في خباري حتى شي حاجه، حنا اللي عارفين سيدي ان الطليق ديال بنتنا هو اللي كان باغي يرجع الزوجه ديالو، وجا عندنا دابا شي شهر تقريبا قال لك بان باغي يرجع مرته، ولكن البنت ما بغاتش ترجع معاه. قالوا لهم البوليس اذا بنتكم فايته مزوجه وطلقات؟ سيدي طلقات دابا ماشي بزاف، راه شي 4 شهور. هذه كانت معلومه مهمه بالنسبه للبوليس. هنا رجعوا لهذاك ولد مول الحمام
ولكن ما لقاوش الدار، لقاو الاخت ديالو وخلاو ليها استدعاء باش يلتحق بهم للكوميساريه. وبالفعل جا عندهم هذا الولد عبد الكريم اللي هو ولد مول الحمام، جا عندهم الكوميساريه قالوا ليه انت عندك علاقه بهذيك البنت ليلى؟ قال لهم سيدي عندي معها علاقه، كنتي ناوي تتزوج بها؟ قال لهم لا سيدي صراحه انا ما كنتش ناوي نتزوج بها، كنا كندوزو قيد زوين وصافي. قالوا ليه امتى اخر مره شتيها؟ قال لهم شي يومين دابا ما بقيتش شفتها. هنا خبروه البوليس بانه راه لقاوها مقتوله في طريق الغابه. وهنا لما سمع القضيه فيها الموت قال لهم انا سيدي مستعد نتعاون معكم، واللي سولتوني فيه راه غادي نجاوبكم بكل تفاصيل وبكل صدق. قالوا ليه امتى اخر مره شي فيها ليله؟ قال لهم شي يومين دابا تلاقينا، كنا مشينا شربنا شويه. قالوا لي فين مشيتوا؟ قال لهم مشينا سيدي لطريق الغابه وبقينا كنشربوا تما في الطوموبيل. قالوا لي البوليس واش ما وقع بيناتكم حتى شي حاجه؟ يعني ما كانش بيناتكم شي علاقه جنسيه في ديك الليله؟ قال لهم لا سيدي، ولكن الطبيب الشرعي كيف قلنا قال في التقرير ديالو بان الضحيه كانت مارسه الجنس قبل ما تموت، وبانه خضعوا الجثه الكشف مهبلي واحتفظوا بداك السائل المنوي. هنا البوليس خداو عينه من الدم ديال هاد عبد الكريم ولد مول الحمام اللي كيقول بانه ما كانش بيناتهم ممارسه في هذيك الليله، وغادي يقارنوا العينه ديال الدم ديالو مع داك السائل المنوي اللي تم الكشف ديالو من مهبل الضحيه. ولكن الطبيب الشرعي كيقول في التقرير باللي ما كاينش تطابق بين عينه الدم ديال هذا الولد عبد الكريم وعينه السائل المنوي اللي تم الكشف ديالو من مهبل الضحيه. اذا هذا الولد فعلا ما كانش عنده ممارسه مع الضحيه في هذيك الليله. البوليس قالوا لهذا الولد مني بغيتوا تفارقوا فين تفارقتوا؟ قال لهم سيدي وصلت هذا الدرب اللي كتسكن فيه وقالت لي وقف غير هنا بلا ما تقربت للدار، راه الجيران حتى والديا ما بغيتهمش يشوفوني معاك. قال لهم وحطيتها ومشيت في حالي. غريبه هذه القضيه هذه، بما انه هو تيقول حطيتها في الدرب ديالهم والام ديالها كتقول باللي ما دخلش للدار هذيك الليله لان بنتهم كتقول لها راه كنخدموا في الاعراس وكنخدموا حتى بالليل. دونك كيفاش وقع حتى هذيك الليله تقتلات في طريق الغابه؟ وشكون دات تما؟ وشكون هذا اللي غيكون قتلها؟ هنا البوليس غادي يرجعوا للوالدين الضحيه وخداو من عندهم العنوان الطليق ديال بنتهم. لما وصلوا عنده البوليس كيقول استعتمان طريقي في هذه المسطره. لما دقوا عليه في الدار ديالو خرج هو اللي حل الباب. قالوا لي واش انت فلان الطليق ديال ليلى؟ قال لهم هو انا. قالوا لي عافاك تمشي معنا للكوميساريه، شي اجراءات بسيطه وترجع لداركم. قال لهم واخا سيدي انا غادي نتبعكم بالسياره ديالي. وهنا البوليس لما سمعوا بانه عنده السياره في هذيك اللحظه قالوا لي عافاك نشوفوا السياره ديالك. وبالفعل حل لهم السياره وبداو البوليس كيقلبوا هنا وهنا وهم يلقاو سكين من هذاك النوع ديال السكاكين اللي كيتفتح وكيتغلق، هذاك اللي كيتستنا. قالوا لي دير هاد السكين شنو كدير به؟ قال لهم هذا حاطو في الطوموبيل ما كنستعملوش. هزوه مشاو معاهم للكوميساريه. السؤال اللي وجهوا ليه البوليس قالوا ليه واش كنتي ناوي ترجع الزوجه ديالك اللي طلقتيها؟ قال لهم سيدي ولكن مؤخرا ما بقيتش بغيت نرجعها. قالوا لي علاش؟ قال لهم سيدي هذيك السيده خرجت للطريق ولا عندها الخليل ديالها ولا كتشرب هي وياه. البوليس خداو عينه من الدم ديالها الطليق وعرضوها على المختبر من اجل مقارنتها بالسائل المنوي اللي تم الكشف ديالو من مهبل الضحيه. وهنا كانت الصدمه بعد ما خرج تقرير الطبيب الشرعي تاكد فيه بانه كاين تطابق بين عينه الدم ديالها الطليق وبين السائل المنوي اللي لقاو في مهبل الضحيه. هنا وجهوا البوليس بهذا الدليل البيولوجي العلمي اللي لا مجال للانكار او التلاعب امام هذا الدليل، واللي واخا ينكر غادي يتقدم العداله. ولان الدليل سيد الاعتراف في هذه الحاله تيقولوا اعتراف سيد الادله، ولكن امام الادله العلميه البيولوجيه يصبح الدليل سيد الاعتراف. السيد عرف بانه لا جدوى من المراوغه والانكار، واعترف بانه هو اللي قتل الطليقه ديالو ليلى. وحول تفاصيل ارتكابه لهالجريمه كيقول في المحضر ديالو بانه طلق هذه البنت ليلى، طلقها لمده 4 شهور دابا تقريبا، وبانها بعد ما طلقات مشات كتخدم مع ديك النكافه. في واحد الوقيته بغى يرجع الزوجه ديالو، هضر معها قال لها انا بغيتك ترجعي ليا وهذه وكذا، ولكن هي قالت لي لا اسمح لي ما نقدرش نرجع معك. وبقى هو كيتبعها اكتشفها مع هذاك ولد مول الحمام، وكيقول بانه في هذيك الليله اللي غادي تقتل فيها هذه البنت شافها حتى خرجت من عند المحل ديال النكافه وركبات في السياره مع هذاك ولد مول الحمام وتبعهم حتى دخلوا للغابه. وكيقول بانه بقاو في الغابه تقريبا شي ساعه ومن بعد ديماراو ورجع حطها في راس الدرب وخلاها هو حتى قرب يدخل للدار. وقف عليها بالطوموبيل ديالو قال لها بغيت نهضر معاك شي 5 دقائق. قالت ليه واخا قول شنو بغيتي تقول، وتوصل ليها بانها تطلع للسياره
وبالفعل ركبات معاه وشد بها طريق الغابة حتى هو، وكيقول بأنه الطريق شم فيها ريحة الشراب، ريحة الخمر. قال لها شنو هاد الريحة فيك؟ قالت ليه ماشي سوقك، وياك انت طلقتيني وعيش حياتك، خليني حتى انا نعيش حياتي. وقع بيناتهم واحد المشادات كلاميه وترفعات الاصوات بيناتهم، حسب ما تيقول هو. في واحد اللحظه هو يجبد داك الموس وبدا كيضربها به اليد ديالها والكتافها، وفي واحد اللحظه كيقول هي بدات كتغوت، كيقول هي بدات تغوت. هو وقف السياره ديالو ونزل ومارس عليها بالعنف وخنقها بيدو حتى ماتت. هو تيقول بانها ماتت في هذيك اللحظه، لحها ورماها وزاد كمل طريقه، ولكن البنت ما ماتش. هو حسب بانها ماتت، ولكن كيف قلنا هي ما ماتش هذيك الساعه. كانت هذه هي التفاصيل والاقوال ديالو اللي جات في محضر الضابطه القضائيه، واللي شرف على هذا البحث في هذه القضيه هو العميد سي عثمان الطريقي. وما يمكن ان نستشفه مشاهدينا الكرام من هذه القصه ومن هذه الجريمه ان الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى لا محاله، والدليل على ذلك هو انه لما اغتصبها واعتدى عليها جنسيا وجسديا تحسب له بانه قتلها، ولكن هي ماتت هذيك الساعه. هي غادي تموت في المستشفى وتقدمها طالق للعداله وتحكم بالسجن 30 سنه سجنا نافذا. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام هذه المسطره، ونرجو من الله السلامه والامان، ونعوذ به من شر الاعداء، وحفظنا الله واياكم اجمعين. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.